في صفقات بتتعمل عادي، وفي صفقات النادي نفسه يحارب عشانها. محمد عبد الوهاب ما كانش مجرد لاعب الأهلي عايزه، كان لاعب حسس الناس إن الجبهة الشمال أخيراً لقت صاحبها. بعد ظهوره القوي مع منتخب الشباب في كأس العالم 2003 بدأت الأندية تراقب عبد الوهاب، وكان القرار المفاجئ وقتها الاحتراف في الإمارات مع نادي الظفرة. ناس كتير استغربت، لاعب صغير وموهوب بالشكل ده ليه يبعد بدري؟ لكن الرحلة دي كانت مجرد محطة، لأن الظفرة قرر يعيره لنادي إنبي في الدوري المصري، وهنا بدأت مصر كلها تاخد بالها منه. في إنبي عبد الوهاب ظهر بشكل مختلف، ظهير أيسر سريع عنده شخصية، وعنده رجل شمال ممكن تقلب أي مباراة. العرضيات دقيقة والتسديدات صاروخية، والأهم الجرأة، ما كانش بيخاف. وفي الوقت ده الأهلي كان بيدور على تدعيم قوي للجبهة الشمال، ومانويل جوزيه شاف إن اللاعب ده عنده حاجة مختلفة، لدرجة إن الكابتن محمود الخطيب بنفسه سافر الإمارات سنة 2004 عشان ينهي الصفقة مع نادي الظفرة. الأهلي نجح فعلا في ضمه على سبيل الإعارة لمدة موسمين، وكان في بند مهم جدا إن الأهلي يبقى له أولوية شراء اللاعب بعد نهاية الإعارة. الجمهور كان متحمس، لكن البداية ما كانتش سهلة خالص، لأن مركزه كان فيه واحد من أقوى المحترفين في أفريقيا وقتها، الأنجولي جيلبرتو. عبد الوهاب قعد كتير على الدكة، دقايق قليلة، فرص قليلة، لكن محدش كان يعرف إن لحظة انفجاره الحقيقي قربت جدا. في الكورة أحيانا فرصة واحدة بتغير حياة لاعب كاملة، إصابة، تبديل، لقطة واحدة بس. وده بالظبط اللي حصل لمحمد عبد الوهاب في أهم ليلة أفريقية للأهلي. الحلقة الجاية نهائي أفريقيا 2005، الليلة اللي نزل فيها بديل وخرج منها بطلا في عيون جماهير الأهلي كلها.